يا صباح الخير. أنت مسؤول دائما في طريق تطوير الذات والبحث عن تحقيق الأهداف والنجاح. لازم نعرف دايما إن إحنا مسؤولين عن سلوكنا ومسؤولين عن تصرفاتنا كاملة. بالحقيقة أنا شايف في نبرة اليومين دول في السوشيال ميديا وفي الإعلام وفي بعض الدكاترة النفسيين وبعض اللايف كوتشنج وبعض مقدمي البرامج وحتى صناع المحتوى. دايما بيرجعوا بعض الامور للتنشئه وبعض الامور والسلوكيات للمعامله في الصغر والمعامله في الكبر ومعامله الزوج للزوجه، وازاي الزوجه ممكن تعمل مش عارف ايه لو جوزها كان قاسي، والزوج ممكن يعمل ايه لو مراته ما كانتش مهتمه. والحقيقه ان كل دوت لا يبرر الخطأ ولا يبرر السلوك السيء. ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيحاسبنا على حاجة احنا مش مسؤولين عنها، وبالتالي كل هذه المبررات غير لن تجدي نفعا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل واحد مسؤول عن تصرفاته. لا قسوة أبوك وأنت صغير خلتك تبقى حرامي، ولا سوء معاملة جوزك ليكي خلتك تعرفي حد تاني وتبقي ماشي بطال، ولا عدم اهتمام مراتك بيك هو اللي خلاك تبص لبره وتعمل الغلط. الحقيقة كل دوت غير مسؤول. ده ياخدنا المفهوم الحرية والمسؤولية. الحرية والمسؤولية، انت مسؤول لانك حر في اختياراتك، تقدر تختار الصح والغلط. ابدا ابدا الظروف الاجتماعيه اللي حواليك لن تؤثر على سلوكك وعلى اختياراتك. الظروف الاجتماعيه اللي حواليك قد تؤثر على بعض من الصفات، زي انك وراثيا تبقى طويل، تبقى اسمر، تبقى قصير، تبقى كرش، ممكن. ولكن تؤثر على بعض الصفات زي انك تبقى بخيل شويه او تبقى كريم شويه، يمكن. انما تؤثر على سلوكك في الصح والغلط ابدا. تؤثر على افعالك في الصح والغلط ابدا. الصح والغلط اللي انت هتحاسب عليهم انت المسؤول عنهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. انت المسؤول، انت اللي هتشكر او انت اللي هتكفر، انت المسؤول. مفيش اي سلوك محيط بيك هيؤثر على سلوكك الشخصي، والا ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى هذا الخالق القادر الغفار الرحمن العادل لن يحاسبك على شيء انت مش مسؤول عنه، وبالتالي انت مسؤول عن كل تصرفاتك. احمد السعداني في برنامجه فن الحضاره او مش عارف ايه الحضاره، وعلى قد ما احمد كويس جدا، بيتكلم في اخر حلقه ليه عن الكبت العاطفي وازاي بيؤثر او اثر او كان سبب في تاثير المواعده، وان المواعده حاجه موجوده في المجتمع رغم ان احنا مش معترفين بيها، وان دوت المواعده بدون قوانين وبدون اطر في المجتمع هيبقى الموضوع اصعب. والحقيقه ان احمد على قد ما انا معجب بيه ومعجب باسلوبه، وهو يعتبر يعني مش عايز اقول قد ابني يعني، بس قد اخويا الصغير، انما واضح ان الانتاج بيخليه يقول كلام مش المفروض انه يتقال بالطريقه دي. الحقيقه التناول للموضوع كان فيه شبهه كبيره جدا، لان مش معنى ان احنا عندنا بعض الكبت العاطفي زي على كلامه على حد قوله يعني ان احنا نقنن المواعده، والا ان احنا كده بنشيع الفاحشه في المجتمع، وده الحقيقه شيء عظيم جدا. فالحقيقه ان لا الكبت العاطفي ولا هذا الهراء يؤثر في ان انت تروح تواعد في غير الاطار الشرعي للزواج علشان المجتمع او الحاله النفسيه بتؤدي الى ذلك. مفيش الكلام ده، كل الكلام ده كلام فاضي، ولا مبرر للخطأ ولا مبرر للسلوك السيء. وانت المسؤول عن تصرفاتك وانت مسؤول عن سلوكك بالكامل. سيدنا عيسى عليه السلام لما هيجي يحاول انه يشفع عند ربنا لبعض من انصاره الذين ظلموا، فيقول له: ان تعذبهم فانهم عبادك
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربنا سبحانه وتعالى في رد قرآني بديع يقول له هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. النهارده مش هينفعك غير صدقك. انت اللي مسؤول اولا واخيرا. اذا عملت الصح انت اللي صح، واذا عملت الخطأ انت اللي خطأ. ابدا 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 مفيش اي ظروف محيطة مهما كانت تؤثر على السلوك او الافعال. كل انسان مسؤول عن تصرفاته. ربنا سبحانه وتعالى يقول وهديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. اشكركم على المتابعه. ارجوكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.